السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا جايه لكم فيديو جديد. احنا في العيد طبعا. عايزه اقول لكم ان الفرن كلها مش شغاله، واحنا محتاجين عيش دلوقتي. اسكت. هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ عندي دقيق، فهخبز شويه عيش هعملهم معاكم وهوريه لكم حبايبي هنعملهم ازاي. هنخبز الدقيق. ادي المنخل اهو، الدقيق اهو، والمنخل شويه دقيق. ماشي حبايبي. مفيش الست الشاطره ما تقفش. كل حاجه سهله. نعمله لقمتين عيش على البوتاجاز من فوق في الطاسه حبايبي، وهوريه لكم. تنسونيش حبايبي بكومنت حلو، واللي ما اشتركش في القناه يطلع بسرعه يشترك في القناه. وحاسه ان انتوا ما بتدفعلوش ولا كومنتات ولا بتكتبوا ولا بتعملوا لي لايكات يا حبايبي. ليه؟ يعني الفيديو بيجيب مشاهدات جميله، بس انتوا ولا بتعلقوا ولا بتحطوا لايك. اللي يخليكي تخشي وانت بتتفرجي على الفيديو مش هتحسي حاجه لما تحطي لي لايك حبيبتي، بالله عليكي. لايك عشان الفيديو يترفع حبيبتي، عشان يوصل لكم مني كل ما هو جديد. كده دخلنا اهو. يلا حبايبي، زي ما انتم شايفين اهم حاجه نخلي الدقيق كده. نخلي الدقيق زي ما انتم شايفين بالجمال ده. هو هنحط، احنا عاملين 2 كيلو. على كل كيلو هحط معلقه سكر حبايبي اهو. معلقتين على كل كيلو، معلقه سكر. يبقى انا حطيت معلقتين سكر، وعلى كل كيلو معلقه ملح ممسوحه كده حبايبي، مش هرميه اهي، عشان يبقى العيش محدق وحلو. هنحطه ايه بقى؟ هنحطه معلقتين رده. على كل كيلو معلقتين، يبقى 4 معالق. هنحط ايه تاني حبايبي؟ خلاص وصلنا لايه؟ باكل خميره اهو، وهنعملوه بميه دافيه. يلا كل الدقيق مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. هنخبز عيش على البوتاجاز من فوق، عشان هنقف مش هنقدر نقف. ماشي حبايبي. هعجن ده بسرعه وهوريه لكم. هعجنه بس واوريه لكم حبايبي. بس لو كنت ميه عجينه وبعدين اكمله انا عجين. ماشي. دلوقتي ميه دافيه عشان الخميره حبايبي ما تبقاش ساقعه. ميه دافيه. ماشي. هعجن بقى كده. هعجنه بايدي واوريه لكم بعد ايه ما اخلص. عجينه اهي اتعجنت معايا. بصوا جميله ازاي. هسيبها بقى تختمر شويه ونبدا نشتغل بيها يا حبايبي. ماشي. يلا هغطيها وادفيها شويه. وكده كده الجو حر، هتخمر بسرعه ان شاء الله. وهشتغل بيها واوريه لكم نعملوا العيش ازاي حبايبي. راجعه لكم تاني. العجينه اهي. انا ما بحطش بقى رغيف فوق رغيف. حاجه حلوه خالص، بدل ما ياكلوا عيش بس حبايبي. بصوا امسكي حته اللحمه اللي هتحطيها. مش حبايبي. والفلفل، عشان في بياكلوا فلفل في ما بياكلوش فلفل. وامسكي العجينه لميها كده. ماشي حبايبي. ايه رايكم بقى؟ ده رغيف ولا مش رغيف؟ ولا سحر ولا شعوذه؟ ايه رايكم حبايبي؟ طبعا انا ايه لازم احط دوت عشان ايه معلماه، عشان ده سبايسي. ايه رايكم؟ كده حبايبي كده عملنا شويه عيش باللحمه. كنا مع الخبيز. عملنا حته لحمه غرزناها، ولسه هوريكم العيش واحنا بنغرزوه. ووريتكم كام رغيف عملناه مع بعضينا حبايبي. لسه مكمله معاكم اليوم.
دلوقتي حبايبي زي ما قلت لكم نزلنا عجنت وسبت العجين يختمر، وجبت شويه حاجات التسويقه ديت بعد العيد. البيت كان فاضي بقى، من انا بحب اهم حاجه عندي الفلفل. جبنا فلفل حبايبي، جبت فلفل رومي، فلفل كوبي، وفلفل الفلفل ده بيتقال عليه مصري بارد برضه كويس حبايبي كده. ده شويه فلفل وفلفل الوان، كيلو فلفل الوان ما ياكلش منه البيت، شاورما اي حاجه بالزيت بتاع بحب. حتى لو انت عندك زياده ممكن تقطعيه وتحطيه في الفريزر، لما تعوزي تطلعيه تحتاجيه بتطلعيه يا حبايبي ماشي. وجبت البتنجان كوبي، البتنجان رخيص، الكيلو بقى ب5 جنيه اللي كان ب15. جبت 2 كيلو حبايبي زي الفل اهو. وجبت البتنجان عروس كيلو ب10 جنيه، جبت نص كيلو. الخيار اللي رخص خالص اللي كان ب30 وب35 بقى ب10 جنيه. بس جميل ازاي زي اللوز اهو خيار. الليمون بقى ب30 حبايبي اللي كان ب120، جبت نص كيلو ليمون. والفلفل ده سبايسي، انا بحب لازم حاجه في البيت لازم النار ده كيلو ب20 جنيه. وجبت الطماطم كيلو ونص ب5 ادي 10 ماشي حبايبي زي ما الفل اهي. وجبت بصل بقى، البصل ده مفاجأة، البصل دوت الكيلو ب6 جنيه ونص. انا بحبه صغير كده للشوربه، لو حد حب ياكل ولا حاجه يبقى ايه بصلايه صغيره بدل ما يكسروا بصلايه كبيره. ساعات بيحبوا يوم الجمعه مع الفول، بحب احطه في الشوربه يبقى بصلات صغيره كده بدل ما تكسري بصله كبيره. عايزه اقول لكم جبت شويه بصل كبار عشان الطبيخ طبعا، برضك جايباه برضك ب6 جنيه ونص، نقيه ده ونقيه ده زي ما انتم شايفين كده. وجبت شويه بطاطس، البطاطس بقى اللي رخصت خالص حبايبي، البطاطس بقت ب5 جنيه مجنونه، مش الطماطم المجنونه. البطاطس اهي زي الفل اهو. جبت 5 كيلو، الكيلو ب5 جنيه حبايبي زي الفل اهي. نقطه حمراء في بيقولوا عليه كانتالوب وفي بيقولوا عليه اناناس، 15 جنيه الكيلو، ب17 خدناه ب15. جبت 4 كيلو، ده جميل حلو وطري الاناناس حبايبي. ممكن احط واحده بس كده من ضمن المشتروات عشان الشنط. وجبت ايه طبعا بطيخايه، البطيخه دي ب80 جنيه زي الفل. دي شويه المشتروات دي جبتها احتياجات الاسبوع، مش يعني تبقى عندي في البيت، انا عايزه الحاجات اللي تبقى عندي في البيت. ممكن جيبي زوم يا مدام هدى كده، جيبي زوم على الحاجه. اتفضلوا معايا ولسه مكمله معاكم كل دوت عبال ما العجين يختمر. العجين يختمر هنقعد نعمل العيش زي ما قلت لكم. هحط شويه رده في الصينيه وهقرص عليها العيش زي ما انتم شايفين كده. هبدا اقرص العيش. بصي تقريص العيش الرغيف اللقمه اللي انت عايزه تعمليها، بصي قد ايه اهو حبايبي. بقيت الكميه وهرجع لكم تاني. بصوا اهو، ويا ريت حاجه علام ليكي بردك، وانتي بعد ما تقرصي العجين غطيه عشان الوش ما ينشفش منك ماشي يا حبايبي، ما ينشفش يعني، انا بقول لك بلغه الخبيث. دلوقتي هاخد اول واحده عملناها هنحطها كده حبايبي حاولي ايه، وانتي بتفرجيها لفي ايدك بحيث يطلع لك الرغيف ايه مدور وجميل ماشي حبايبي. خدي من بره لجوه من بره لجوه كده. انا مسخنه الطاسه، انا ولا بقول لك ولا فين ولا فرن ولا بوتاجاز ولا حاجه، ده على البوتاجاز من فوق في الطاسه حبايبي. اول ما الرغيف ينشف مني كده اصبري عليه، خدي من بره لجوه من بره لجوه اهو. بصي دورت لك الرغيف ازاي، ايه رايك بقى؟ تعالي بيا على البوتاجاز احطه زمان البوتاجاز الطاسه سخنت معايا. يلا حبايبي تعالي معايا، بس بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نعمل واحد تاني حبايبي، نعمل واحد تاني اهو كده. نجيب الرغيف بره وجوه
حطي دقيق عشان العجينه معاكي. كده 350 صف. بص حبايب قلبي في الطاسه ما شاء الله، بص عامل ازاي كأنك في الفرن. ايه رايك؟ بصي منفوخ ازاي وجميل ازاي. بص حبايبي اضربي التاني ما شاء الله اهو. دلوقتي حبايب قلبي العيش بعد ما اختمر عملناه. ايه رايكم؟ اتفضلوا معانا شويه عيش، ممكن تاكلي بيهم عسل وممكن تاكلي بيهم عسل بطحينه، حته جبنه قديمه، فلافلايه، سندوتش. بص الرغيف جميل ازاي. ايه رايكم؟ يا ريت تعملوه وتجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات يا حبايبي. وكده كان نهايه فيديونا النهارده. الفيديو بتاعنا كان فيه حاجات حلوه، عملنا عيش باللحمه في العيش وخبزنا عيش وعملنا شويه مشتروات. كل سنه وانتم طيبين. يا ريت حبايبي ما تنسونيش بكومنت حلو منكم، واللي ما اشتركش في القناه يطلع بسرعه يشترك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.